عارف احساسك بالامان لما يكون في حاجه بتحميك ومخلياك عايش وقادر تتنفس وتخليك شايف الحياه حلوه، بس تبقى خايف تبعد عنك، وعلى قد ما بتحبها على قد ما بتعمل في نفس الوقت حاجات بتأذيها. انت اللي بتبوظ العلاقه دي. ليه يا بني ادم يا توكسيك؟ لا انا ما بتكلمش على الاكس، دي طبقه الاوزون المسكينه اللي عمالين نهينها في حياتها، ودي بقى بتبقى طبقه من الغلاف الجوي حوالين الارض اللي بتحمينا من اشعه الشمس فوق البنفسجيه، اللي بقى لو لمستنا هتشلوحنا. فعلشان بقى ما نتشلوحش، يا ريت لو عندكم ثلاجه او تكييف بايظ تلحقوا تصلحوه. مال بقى الثلاجه والتكييف بالاوزون؟ هقولك ان لما التكييف بيبوظ بيسرب مركبات كده بتأثر على طبقة الأوزون. والله ده غير بقى ان الحاجات اللي بننظف بيها البيت برضه بتضره، زيها بالظبط زي صلاح سالم بعوادمه بسلطاته بحاجته كلها. فعلشان بقى نحافظ على الأوزون ونعرف نتنفس أكسجين عادي وملناش دعوة بقى ان انت تتنفسي حب كتكوتك، اول حاجة هنعملها اننا هنحاول ما نركبش العربية كتير. ما العجلة موجودة والسكيب بورد موجودين، مالكم؟ انا بقول نحاول. تاني حاجة بقى لما نيجي نستخدم مواد ننظف بيها البيت ممكن نستخدم خل او بيكربونات. تالت حاجة ممكن نقول لبابا والنبي انه يصلح التكييف، مش عشان الجو حر خالص، ده عشان الاوزون. اخر حاجة بقى بعد اذنكم ممكن نبطل استيراد ونستخدم لوكال براندز، علشان المنتجات المستوردة بتجيلنا من بره، يعني سفن رايحة وسفن جاية ومعاها بقى مواد رايحة جاية بتلوث البيئة، ده غير انها بتطلع غاز سام. كل ده بقى عشان نحسن علاقتنا بالاوزون وما تبقاش علاقة توكسيك، وكمان نعرف نتنفس اكسجين.